والتدخين يا فندم او الشيشه؟ هو بص، الحمد لله في نهار رمضان بننعم من بلد خاليه من التدخين. بعد رمضان، بعد الفطار بيدخنوا. لازم اعرف ان التدخين آفة من آفات العصر، ومش هقول السرطان والكلام ده، بس من ضمن الحاجات الجديده في التدخين، واحنا قلنا من شويه تاثيره على الجهاز الهضمي، انه يزيد فرص العمى، ان هو يقلل التركيز. في طلبه عندهم امتحانات دلوقتي، التدخين يقلل من التركيز ويقلل من التحصيل ويقلل من استرجاع المعلومه. التدخين يزيد من الغضب، يزيد من العدوانيه، بينقص المناعه بتاعتي، يخلي البنات يطلع لها شعر في وشها، يخلي الصوت بتاعها خشن، يخلي الكولاجين يتكسر. حتى لو هي تدخن سلبي، واحد بيدخن قدامها يكسر عندها الكولاجين. التدخين التبغ لما بيتحرق بيكسر لي فيتامين سي، اما يكسر فيتامين سي، كل سيجاره بتكسر 25 مللي جرام فيتامين سي. يوم ما يتكسر، يوم الكولاجين يتبهوأ. الكولاجين اللي هو المفروض، هو الكولاجين هو الصمغ الغروي الطبيعي الذي يلصق الخليه بجوار الخليه الاخرى عشان يخلي النسيج متماسك. تشير الكبده ماسكه ببعضها عشان فيها كولاجين، العظم فيه كولاجين، يبقى انا محتاج الكولاجين في كل حته في جسمي، في جلدي وفي الرئه عندي وفي العظم وفي السنان. اما الكولاجين يتبهوأ، ما يقدرش يمسك الخلايا، يبقى اسناني تقع، جلدي يترهل، التجاعيد تزيد 5 اضعاف. يبقى هي بنتين توأم متجوزين 2، واحد بيدخن قدام واحده فيهم والثانيه ما بيدخنش. اللي بتتعرض للتدخين تعجز قبل اختها 5 اضعاف، تلاقي جلدها متكرمش و عشان الكولاجين ضاع من عندها. يبقى لازم اعرف ان التدخين ده بيتكلم على السيجاره، والتدخين السلبي برضه نحط خط كده، التدخين السلبي 4 اضعاف التدخين الايجابي. الشيشه بقى، والشيشه في الرمضانيه يقول لك شيشه مثلا ندوه ثقافيه، فعاليات ما اعرفش فيه، مقهى 5 نجوم، فندق، وليمه، يروح جايبين الشيشه وواحد لابس طربوش وشويه حاجات كده خياميه، طقوس رمضانيه مزيفه. الشيشه لازم نعرفها، عشان دلوقتي 83% من اسباب دخول الفتيات في مصر للمقاهي والفنادق الكبرى هي الشيشه. يبقى البنات فاهمه ان الشيشه افضل من السيجاره. لا، الشيشه على الاقل من 60 الى 200 سيجاره. ليه؟ اصل اللي بيدخن السيجاره بيقعد دقيقتين او 3، اللي بيدخن الشيشه بيقعد من ربع ساعه 90 دقيقه، وممكن ياخد كذا جلسه، يبقى بيتعرض للاخطار اكتر. اللي بيقعد كمان بياخد الشيشه بياخد اخطاره هو واخطار المحيطين جنبه. طلع اول اكسيد الكربون اللي في الشيشه بيبقى اضعاف الكميات اللي بتطلع من السيجاره، واول اكسيد الكربون هيخلي الهيموجلوبين بتاعي مش شغال، فيبقى عندي زي الانيميا الوظيفيه، ويروح عند الاوعيه الدمويه من جوه يخليها تتخربش، يجي تصلب شرايين، ويروح عند الشعب الهوائيه من جوه تتخربش، يخلي عندي ميل اكتر للحساسيات. لا طبعا حضرتك قلت معلومات كتيرة جديدة لأول مرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وإن شاء الله يكون في لقاءات متنوعة عن فوائد الصيام. بشكرك شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.